الطلاسم دي عمل جن وجن مؤذي جدا. عمرك سمعت ان في واحده طبيعيه اتجوزت جن؟ طب ركز معايا في الحكايه اللي هحكي لك دلوقتي، من اغرب الحاجات اللي هتسمعها في حياتك. كان في فنانه زمان اسمها لطيفه نظمي، اتولدت في اسره فقيره في دمياط، وقررت انها تسافر القاهره ورا حلم التمثيل، واشتغلت في اعمال كتير مع علي الكسار مع يوسف وهب. المهم الدنيا لما ظبطت معاها قررت انها تأجر شقه تقعد فيها، وكانت الدنيا كويسه معاها. ما شقه في مكان راقي جدا. في الشقه اللي قصادها ساكن فيها جار شاب وسيم وبيقول ان هو دكتور. المهم حصل صدفه في يوم كانت هي راجعه من التصوير وهو كان داخل شقته، واستلطفوا بعض وتعرفوا على بعض وحبوا بعض، والجوازه تمت بسرعه جدا. بعد الجواز كان بيغيب كتير جدا، كل لما تساله يقول لها ان انا عندي شغل. مره الغيبه طولت بزياده، سالت عليه في المستشفى قالوا لها ان مفيش دكتور بالاسم ده. سالت في كل المستشفيات مفيش حد بالمواصفات بتاعته موجوده ابدا. قالت ما بدهاش. دخلت عش الزوجيه بتاعها، كسرت درج المكتب اللي هو حذرها ان هي تلمسه. جوه الدرج طلاسم، اوراق وصور ورسومات وقايمه باسامي ستات والعناوين بتاعتهم وارقام تليفونات. حاولت تتواصل مع الستات دي، بس الغريب ان لقت كل الستات اللي في القايمه دول مقتولين. صاحبتها قالت لها ما بدهاش، تعالي هوديك الشيخ يقول لنا ايه الحكايه. لما ورت الشيخ الطلاسم، الشيخ رد عليها قال لها ان استحاله ده يكون من فعل بشري، وقال لها ان هو بيظهر بالنهار بس ما بيظهرش بالليل. قالت له اه فعلا هو فعلا ما بيظهرش بالليل، وكان بيتحجج بورديات المستشفى. رئيس الفرقه بتاعتها يوسف وهبي بدا معاه ووداه اسم الشرطه، حكت لهم الحكايه. طبعا الشرطه ما صدقتش موضوع الجن ده. بعد فتره ظهر الزوج، واول ما دخل لقى الدرج مفتوح، عرف انها عرفت سره. قرر يموتها بس هي ضربته بحاجه على دماغه. بعد كده بلغت الشرطه واتمسك، ولا طلع جن ولا طلع حاجه، طلع واحد مختل عقليا هربان من مستشفى الامراض النفسيه، انه قتل ناس كتيره جدا. تفتكر الحكايه خلصتش؟ هي للاسف اكتشفت انها حامل، صار لها صدمه نفسيه كبيره جدا وتوفت، والى الان محدش عارف مصير المولود ده.